السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الأستاذ محمد محروس الدهراوي، ننقل لكم مباراة ما بين القليوبية والمنوفية لتحديد المركز الثالث والخامس، وزن 57 كيلو في صالة جامعة حلوان، في الفترة من 9 ابريل حتى 12 ابريل. مدير المباراة الكابتن آية. وزن 57 كيلو، مباراة لتحديد المركز الثالث والخامس. نقطة للأحمر ونقطة للأزرق. وادي إيبون لمركز شباب شبلنجا القليوبية، تقدم القليوبية 4-1 على مركز شباب الشهيد حاتم المنوفية. انذار زق، الانذار الاول على مركز شباب شبلنجا القليوبية. انذار كونتاك، الانذار الاول على احمد مصطفى مركز شباب الشهيد المنوفيه. وادي نقطه كمان لاحمد مصطفى المنوفيه عشان تبقى النتيجه 4-2. بقى دقيقه و17 ثانيه. انذار كونتاك والانذار الثاني على احمد مصطفى. وادي نقطة كمان لاحمد مصطفى المنوفية. بعد النتيجة 4-3. وباقي 42 ثانية. انذار مسك والانذار الثالث على احمد مصطفى. ودي نقطة لاحمد مصطفى، تبقى النتيجة 4 شبلنجا 4 الشهيد حاتم. باقي 25 ثانية و4-4. والسنشو في القليوبية شبلنجا. وادي نقطة كمان تبقى النتيجة 5 القليوبية 4 المنوفية، اتحولت لكونتاك. الانذار الثاني اسبراكو. وادي نقطة للمنوفية. اصبحت النتيجة 5-4 للمنوفية. باقي 8 ثواني. باقي 6 ثواني، 3 ثواني.
الانذار الاخير. ألف مليون مبروك. مركز شباب الشهيد حاتم. المركز الثالث احمد مصطفى وزن 57 كيلو. ألف مليون مبروك احمد ايمن. المركز الخامس مركز شباب شبلنجة القليوبية. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.